البحر. يا حاج الحقني، امير البحر يا حاج مش لاقينا. ابنك دمر المركب يا ام القبطان. معاك القبطان امير نور الدين البحر صاحب المركب دي. نعم. ايه المفاجأة الفظيعة دي؟ لا خلاص مش منظر مستنظر يا سلوى قلبي صدى وجنظر يا هو بالمحيط تتحدفي وهتتخطفي يا حلوة وارسمك على كتفي تاتو. احنا عاوزين نص مليون جنيه عن كل راس فدية. نص مليون ايه؟ يعني حضرتك مثلا ميمس ده حد يدفع فيه نص مليون؟ ده الحكومة عندنا ممكن تدفع لك 3000 جنيه وتقتله. انتوا هتفضلوا كده من غير اكل ولا شرب لحد ما يدفعوا لنا الفدية اللي احنا طالبينها. طب احنا في الظروف اللي زي دي بنتصرف ازاي؟ اطلاق صواريخ استغاثه يا فندم، ودي بتشتغل بالزيت. اوكي فين الزيت؟ حمرت لك بيه البطاطس يا ميرو. الحقيقة واحنا معانا على الهاتف وعلى الهواء مباشرة قائد السفينة أمير، وبنسأله يا قبطان ايه الأخبار؟ اوصف لي اللي عندك بالظبط من فضلك. عايزين حضرتك في برنامجك العظيم تقلب الرأي العام، وأنا قلت لهم بصراحة الرأي العام عندنا ما بيتقلبش إلا لو عصام الحضري هو اللي اتخطف. والله ورخصت يا تفاح. امير نعم.